هنا بنتكلم على درجة الغثيان والتجشؤ والقيء أثناء الحمل. في 3 أنواع منهم. أول حاجة خفيف، متوسط، شديد. الخفيف ده اللي هي بترجع صبح وبالليل، المتوسط بترجع مع الوجبات ومع الشرب، إنما الشديد دي بترجع 10 مرات في اليوم. وده بنقسمهم لحالتين: حالة إن هي الشديدة دي ما بتأثرش على الحالة العامة للحامل، أو بتأثر على الحالة العامة للحامل. الحالة العامة اللي هي بتأثر عليها، لأن ضغط الدم الانقباضي بيقل عن 100، النبض بيزيد عن 100، درجة الحرارة بتزيد عن 38. طبعا الحالة اللي هي بيبقى فيها تأثير الحالة العامة بنقسمها كمان حاجتين: في واحدة فيها بدون مضاعفات، وفي واحدة بمضاعفات. بدون مضاعفات دي بيبقى ساعات معاها تغيرات مرضية عادية، زي أي حالة بيحصل لها جفاف ونقص في الوزن. الحالات دي بيبقى فيها ارتشاح دهني خفيف في الكبد، تنكس في دهني في الكلى، كمان نزيف بسيط تحت غشاء التمور، في احتقان ونزيف نقطي في جذع المخ، اعتلال الدماغ، التهاب العصب البصري، كمان في تنكس في الأعصاب، وحاجات بيبقى عندنا حاجات تانية: زيادة اليوريا، البوتاسيوم قل، الصوديوم قل، اليوريك أسيد زاد، والكرياتينين زاد شوية، البول بيقل وبتظهر كيتون في البول. الحالة التانية بقى اللي احنا قلنا حالة شديدة ومعاها مضاعفات. المضاعفات دي بتبقى مضاعفات شديدة، يعني مش بسيطة. دي تمزق في المريء أو ثقبه، استرواح الصدر من كتر عزم الترجيع، اعتلال الدماغ، العمى، أمراض الكبد، نوبات بتيجي، غيبوبة، كمان بتوصل لحد الوفاة. في مضاعفات أخرى بقى: فشل كلوي، التهاب البنكرياس، انسداد رئوي، تخثر وريدي عميق، نقص في فيتامين كاف، اعتلالات في التخثر، وحتى كمان بيبقى انفصال في الطحال. طيب، لو احنا فرقنا القيء العادي اللي هو بتاع الحمل، القيء الحملي، وفرط القيء الحملي اللي هو المستعصي. طبعا الاولاني اللي هو القيء الحملي شائع، التاني اللي هو فرط القيء الحملي نادر. ده الاولاني بيبقى على قد الاكل بس في اول 3 شهور، لكن التاني بيبقى من اول حمل لحد اخره ومستمر. الاولاني ما بيأثرش على الحالة العامة للسيدة، لكن التاني بيأثر عليها. بيختفي لوحده أو بدون حتى علاج، اللي هو القيء الحمل العادي، لكن فرط القيء الحمل لازم له علاج شديد. الأولاني ما بيحتاجش دخول مستشفى، التاني اللي هو فرط القيء الحملي بيحتاج دخول مستشفى. الأولاني بيحتاج سوائل بالفم، التاني بيحتاج سوائل معوية عن طريق أنبوبة أو عن طريق سوائل وريدية. إجا ناس عملوا حاجة اسمها القياس الكمي الفريد للغثيان والتجشؤ والقيء، اختصار للجملة اللي هي BUKE شرطة 24، يعني بيشوف الحاجات دي في 24 سنة. فجاء عمل 3 بارامتر: الغممان، والتجشؤ اللي هو التقريع، والترجيع اللي هو القيء. فجاء قال لك في الغممان لو مفيش بندي 1، لو أكتر من ساعة بندي رقم 2، لو من 2 ل3 ساعات ده في اليوم بندي 3، لو من 4 ل6 ساعات بندي 4، لو أكتر من 6 ساعات بندي سكور 5. لو جينا على التجشؤ أو التقريع، لو مفيش بندي 1،
لو 1 ل2 مرة بيحصل لها كده بندي 2، 3 ل4 مرة بندي 3، 4 ل6 مرة بندي 4، أكتر 7 أو أكتر بندي 5. ترجيع بقى قسموه، مفيش ترجيع بندي 1، لو مرة أو مرتين في اليوم بندي 2، 3 ل4 مرات في اليوم بندي 3، 5 ل6 مرات في اليوم بندي 4، 7 أو أكتر بندي 6. هنجمع اللي يطلع من دول. لو لقانا أقل من 6 دي حالة بسيطة، لو لقانا من 7 ل12 دي حالة متوسطة، لو فوق ال13 دي حالة شديدة. فيبقى عندنا الحالة البسيطة والمتوسطة، يعني من 2 ل3 لحد 12 دي بتعالج في البيت، لكن اللي فوق ال13 في السكور ده يتعالج في مستشفى.